اختراع الحلويات يعني عندنا هنعمل النهارده بلفه جلاش. احلى حاجه ساقعه، الصيف يحب الحاجه الساقعه، يعني اختراع جميل وجميل جدا وروعه. معايا هنا لفه جلاش الازهار مش الزهر، انا متعوده عليها، جميله جدا كانك جايباها من عند بتاع الكنافه. بتاخديها وبتفرديها وورقه ورقه، تاخديها تكشكشيها كده وتحطيها في الصينيه. الصينيه مش مدهونه ولا حاجه، بس بتاخدي ورقه ورقه، ما تاخديش ورقتين على بعض عشان ما يطلعش تخين. يبقى زي ما انت شايفاها كده ورقه ورقه وتكشكشيها. حتى لو شويه جلاش متقطعين عندك برضو عادي حطيهم في الصينيه، مفيش مشكله خالص، لغايه ما تملي الصينيه. يبقى معاكي نص كوبايه سمنه سايحه مش متجمده، ورشيهم على الجلاش كله، ويكون الفرن سخن 180 درجه على الشبكه اللي في النص، وتسيبيه يتحمر. في الاثناء دي هنعمل الكراميل. معايا كوبايتين لبن، معايا باكو كريم كراميل من دريم. فضيت الباكو البودره على كوبايتين لبن وقلبت شويه وحطيت على النار لغايه ما بدا بس يتقل سنه. طلع الجلاش وتعمليه بالهراسه بتاعه البطاطس، وترش عليه معلقتين عسل نحل او من شربات الكنافه، معلقتين بس. وهاتي الطبق بقى، شوفي الكراميل زي ما انت شايفه مش متجمد، عشان مش جامد قوي عشان هيتحط في التلاجة. تحطي طبقه جلاش وبعدين طبقه الكراميل وبعدين عليها طبقه جلاش ثانيه، وتاخدي بقى الكيس اللي هو الكراميل نفسه بتحطيه على بترشيه على الطبق وتحطيه في التلاجة. يا جماله يا جماله. انا كده عملت طبقين بس. هعمل بقى بشويه لبن تانيين صينيه عشان ما كانش عندي اطباق فاضيه. عملت برضو كاستر بس تقلته كده شويه، وعملت نفس الطريقه برضو على بقيه الجلاش. حطيت معلقتين عسل وحطيتهم في القالب وحطيت عليهم الكراميل، وتاكلي مش عايزه اقول لك تحفه. حطيه بقى وقطعيه ممكن قطع، او حطيه في التلاجة وقدميه لضيوفك، وبألف هنا وعافيه.